كانت حاضرة بقوة بمدينة طنطان حيث عقد الجمع العام التأسيسي لعصبة قريميم وادنون، والتي عرفت انتخاب زين العابدين. المزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع مع عمر ميارة وعبد الرحيم حشي. ميلاد إطار جديد يندرج ضمن استراتيجية الجامعة الملكية المغربية لرياضة الكيك بوكسينغ، المواي تاي، الصافات والرياضة المماثلة، حيث احتضنت قاعة العروض والمؤتمرات التابعة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة طنطان انعقاد الجمع العام التأسيسي لعصبة قليم ودنون لهذا الصنف الرياضي. أشغال الجمع العام أشرف عليه ممثلي الجامعة وبحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة بمدينة طنطان وممثل السلطة المحلية، إضافة إلى رؤساء الجمعيات والمنخرطين المنضوين تحت لواء الجامعة بالجهة. الجمع العام تم خلاله عرض ومناقشة النظام الأساسي للعصبة الجهوية والمصادقة عليه بالإجماع، لينتقل الجمع إلى انتخاب رئيس العصبة بوضع الثقة في الإطار محمد زين العابدين جبور بالإجماع كرئيس للمكتب المدير المسير. الرئيس الجديد تناول كلمة عبر من خلالها عن شكره للحضور على الثقة التي وضعت فيه واستعداده رفقة أعضاء مكتبه المديري على التفاني في خدمة رياضة الكيك بوكسينج والمواي تاي بهذه الجهة. أولا كنشكر السادة الأساتذة رؤساء الجمعيات على الثقة اللي وضعوا فيا، وهاد الثقة هذه إن شاء الله ما تزيد تكليفا أكثر ما هي تشريف. إن شاء الله كنتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقني أنني نكون عند حسن ظنهم، ومن أجل العمل التشاركي، من أجل رقي برياضة الكيك بوكسينج على الصعيد الجهوي إلى على المراكز. تم كيف ما شفتوا يعني المصادقه على النظام الاساسي ديال هذه العصبه الجديده. المصادقه بالاجماع كانت على هذا من بعد المناقشه بطبيعه الحال ديال مختلف المواد ديالها. ايضا كانت واحد الكلمه توجيهيه ديال السيد مدير الاقليمي لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي والرياضي لمدينه طنطان اللي كان حاضر معنا، وبطبيعه الحال اللي تم انت هو بدوره تم من هذه الفكره ديال تاسيس هذه العصبه الجهويه بهذه المنطقه العزيزه على نفوس كل المغاربه. بمناسبه اولا انعقاد اشغال الجمع العام التاسيسي لعصبه جهه قلميم ودنون، حيث ان هذا التاسيس يدخل في اطار الاستراتيجيه العامه التي انتهجتها الجامعة، هو تأسيس جهات بجميع أقاليم المملكة، وحيث أن هذه الجهة تتوفر على عدد من الجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة، وكذلك بالنسبة للممارسين داخل هذه الجمعيات. فالجامعة تولي اهتمامها الخاص أولا بإعطاء هذه الجهة